كاينين فيديوهات ملي تتفرج فيهم كتبقى تفكر فيهم ايام، قصص وقعت بصح، واللي كيبقى السؤال ديما مطروح، واش فعلا هادشي حقيقي ولا مجرد صدفه؟ اليوم جبت لكم 4 ديال القصص غريبه ومرعبه من الواقع، واللي غادي تخلي راسك يدور، خلي قلبك قوي. وإلا كنتي كتخاف الفيديو فيه اصوات غريبه اصلا. قبل ما نبداو ما تنساش تشارك في القناه الا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى. أنا ليز ميشيل، بنت من ألمانيا، كانت كتعيش سنوات صعيبة مع مرض الاكتئاب ونوبات الصرع، ولكن الأمور ما بقاتش عادية. بدات كتسمع أصوات غريبة في ودنها وكطيح بعض المرات. عائلتها ما صدقاتش أن المشكل طبي، كانوا كيقولوا البنت مسكونة خاصها راقي اللي يخرج منها الجن. وفعلا خداوها لواحد الكاهن كيدير طقوس لطرد الأرواح. ومن 1975 حتى 1976 داروا عليها 67 جلسة تعذيب نفسي وجسدي. ولكن واش عالجها هادشي؟ بالعكس، الحالة ديالها زادت السوء وولات حتى الماكلة كتقول عليها بلي الشياطين مخلينهاش تاكل، وفي الأخير ماتت بطريقة مؤلمة وبزاف. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht. Nein, ihr Klötze! Einmal mir Klötze! Als Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag! الأم وجوج ديال الكهنة تشدوا وتحكم عليهم ب6 شهور ديال الحبس. والغريب هو ان هاد الجلسات كامله مصوره بالفيديو كامل. الا كنتي عندك القدره والجرأه باش تشوفهم راه نخليهم لك في الوصف. في 2019 طلع فيديو غريب في يوتيوب، واللي باين فيه واحد السيد كيسجل ميساج لصاحبه اللي سميتو وولتر، وكيحكي ليه انه لقى البنت اللي كيشوفها في الاحلام ديالو. ولكن المفاجاه، Hi, Walter. I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and then we got kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? كيبان في الفيديو انه خاطف بنت حقيقيه مربوطه وكتغوت، وبعد لحظه الفيديو كيتقطع. الفيديو ما لقاش واحد المشاهدات كبيره حتى ل 2016، وبداو الناس كيقولوا هذه راه كايلا بيرج، البنت المختفيه في 11 اغسطس 2009، يعني بالضبط شهرين من بعد ما تلاح الفيديو. حتى البوليس دخلوا على الخط، داروا تحقيق رسمي وقالوا هذا الفيديو غير تمثيل وما عنده علاقه بكايلا. ولكن السؤال اللي باقي كيسول عليه العالم كامل، فين مشات كايلا؟ حتى لدابا اللغز بلا جواب. 4 أغسطس 2021 في 1:49 ديال الليل، ضابط شرطه وقف طوموبيل فيها 2 شباب، أليكسيس ولويس، كانوا غاديين بسرعه خطيره. عطاهم مخالفه وقال لهم ينقصوا من السرعه ومشى بحاله. ساعه من بعد هادشي جاه نداء حادث خطير قريب من المكان اللي كان فيه، وغير وصل لمكان الحادث كيتفاجأ ان الطوموبيل اللي خلاها تمشي هي نفسها اللي محطمه، والجثث ديال الشابين مشوهه بالكامل. Yo, this is the same kid. Oh my gosh. Oh my gosh. Yo, that's the same car, bro. That's the same car, man. That's the same car I just had, Sarge. What happened? That's the same car I just had, man. What did you have? That I stopped him for speeding. الشرطه قدروا يوقفوه، ولكن الانسان ديما كيختار الطريق اللي غادي يهلكو. الفيديو ديال الحادث كاين في الاسفل، اللي قلبه قوي يدخل يشوف. 5 ديسمبر 2012 طلع فيديو في يوتيوب كيبان فيه بنت صغيره خدامه في مطعم اسمها سامانتا كونج. دخل عندها زبون عادي للمحل وطلب المشروب ديالو. من بعد لحظات دخل نفس الشخص ومعه مسدس، ربطها وسد البيبان وسرق الفلوس اللي كانوا تما، وخد حتى سامانتا معاه طوموبيل. كاميرات المراقبه كتوثق كل شيء، وفي هاد اللقطات كانت اخر مره غادي تشاف فيها سامانتا حيه. المجرم كان قاتل متسلسل معروف وسميتو إسرائيل كينسو. البوليس شدوه، ولكن العدد الحقيقي ديال الجرائم اللي دار ما معروفش حتى لدابا. واش صدفه ولا العالم فيه بزاف ديال الاسرار اللي ما غاديش نعرفوهم حتى لدابا؟
وكتب لي في التعليقات شنو اكثر قصه خلاتك تحس بالقشعريره. واذا عجبك الفيديو دير سبسكرايب وخلي الجرس شاعل، حيت الجاي غيكون اخطر.